السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال وفي احسن صحة يا رب العالمين. زي ما وعدتكم في الفيديوهات السابقة ان انا هعمل شوية حاجات بقى لرمضان. انتوا عارفين رمضان كل سنة وانتم طيبين على الابواب، فبنجهز بقى شوية طلباتنا كده اللي تقضينا طول شهر رمضان، عشان ما نحتاجش بقى ننزل السوق كل شوية. فانا زي ما قلت لكم جبت فاصوليا اهي هخزنها. انا طبعا غسلتها حلوه قوي وقطعتها زي ما انتم شايفين وهسلقها. وتعالوا شوفوا هعمل ايه. القرنبيط ده برضو اهو قطعته قطع كبيره، ده يا بنات برضو هشيله برضو لرمضان. تمام، تعالوا بقى بينا شوفوا انا هعمل ايه. بصوا يا بنات، انا القرنبيط ده قطعته قطع كبيره عشان انا مش عايزاه يتهري، عايزاه يبقى القطعه بتاعتها. وبعد كده بعد ما اديله نص سلقه بس هبتدي اشوف هعمل يعني هقطعه قطع صغيره. بس الاول انا مقطعاه حتت كبيره اهو زي ما انتم شايفين اهي، قطع كبيره اهي. تمام، ورصيته في الصينيه زي ما انتم شايفين يا بنات اهو، وهحط له ميه. دي الطريقه بتاعت امي الله يرحمها. بصوا يا بنات، بنعمل ايه؟ بنجيب حله زي ما انتم شايفين كده، وبنقطع القرنبيط زي ما انتم شايفينه كده، وبحط عليه ميه اهو. حطيت عليه ميه. تمام يا بنات كده. وحطيه بقى على البوتاجاز وحطي له حبه كمون عشان ريحه القرنبيط. بس كده يبقى انا قطعت القرنبيط زي ما انتم شايفين وحطيته في الحله ومليتها ميه زي ما انتم شايفين وحطيته على البوتاجاز. هسيبه بقى اغطيه واسيبه بقى نص غلوه او يعني نص سلقه. وهنا محضره ميه ومنصصاها اهي عشان هعمل ايه؟ الفاصوليا يا بنات. اهو يا بنات الميه غليت بتاعت الفاصوليا غليت اهي. انا سايبه القرنبيط اهو، سايباه اهو الغلوه التانيه وهطفي عليه واسيبه يبرد. وادي هحط بقى الفاصوليا اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اكمل بقى احط الكميه وارجع لكم. انا حطيت بقيه الكميه يا بنات اهو. وزي ما عملت البسله ما بحطش اي اضافات نهائي، هي غلوه التانيه تروحي شايلاها على طول على ميه ساقعه وسيبيها تصفي. زي ما عملت البسله هعمل الفاصوليا بالظبط. ماشي يا بنات، سيبها غلوه التانيه واروح شايلاها. خلاص يا بنات، هي اديتها غلوه والتانيه وضفيت عليها اهي. وابتدي بقى انزلها فين؟ اهي في الميه الساقعه اللي انا ايه قلت لكم عليها. بسرعه كده ونزلوها اهي في الميه الساقعه اهو. وبعد ما تحطوها في الميه الساقعه برضو غيروا الميه برضو وخلوها ميه ساقعه تاني من الحنفيه، وبعد كده تتصفى. هكمل وارجع لكم. وادي يا بنات القرنبيط، البخار بخار بخار البخاري اهو من بعيد كده اهو. خلاص ادي الغلوه التانية. هطفي بقى عليه وابتدي ابرده وارجع لكم. وهو يا بنات انا اهو شلت القرنبيط اهو ونزلت نفس اللي عملته مع الفاصوليا، نزلته على ميه ساقعه يعني تحت الحنفيه كده وايه نزلته. خلاص اهو بصوا نزلت الميه وبسيبه ايه هيتصفى. هسيبه يتصفى والفاصوليا تتصفى. هسيبهم خالص يتصفوا وينزلوا ميتهم وارجع لكم. وده يا بنات بعد ما صفيت الفاصوليا حبيتها زي ما انتم شايفين كده في اكياس اهو. طلعوا 4 اكياس اهو، 4 اكياس. تمام،
وهنا القرنبيط نفس الكلام، عملته اهو يا بنات اهو، بردته خالص وعبيته اهو في كيسين كده اهو، وهدخلهم الفريزر كده حلوين قوي. يلا بقى اشوفكم بقى في فيديو تاني وحاجات حلوه ان شاء الله هعملها لكم، بس ادعولي دعوه حلوه قوي من قلبكم. اشوفكم في فيديو جديد واقول لكم يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.